اقتراح المغرب الواقعي للحكم الذاتي كالأساس الوحيد للحل الدائم والعادل لهذا النزاع. الحمد لله اللي كل شيء صوتوا لنا على المغرب. مالكنا راه محبوب عند كل شيء، مالكنا محبوب. والله ينصروا والله يعفو عليه والله يحفظ مغربنا ويحفظ مغربنا من الفتن. يا رب تنصر مالكنا وتحفظ لنا مالكنا من الفتن ومغربنا من الفتن يا رب تبارك وتعالى. وحنا رانا كنشكروا الدوار كل شيء اللي صوتوا جزيلا عندهم، رانا شاكرينهم وشاكرينهم والله لا مشكورين. زاد على مولانا ومرحبتي بهم وسهلتي وراني مشكورين تبارك الله بسم الله ومرحبا بهم وسهلا. وراني هذا النهار نجد الحمد لله في هذا النهار هون في هذه الساحه ديال ولي العهد. الحمد لله الله ينصر مالكنا والله يحفظ مالكنا ويحفظ السلطه والله يجعل البركه في سيدي محمد السادس. الله يعفو عليه ويجعل البركه في مولاي الحسن وفي الملوك كامل، يجعل مولاي رشيد والاسره الملكيه الله يجعل فيها البركه كامل ويجعل فيهم السر السريره والدرجه الكبيره ويحفظهم كما حفظ ذكر الحكيم. والله ينصر مالكنا ونحمد الله ونشكره. وعاش الملك وعاش الملك وعاش الملك. لكن الحمد لله هذه السياسه وهذا القرار النهائي دحض اعداء التراب الوطني وكل الحمد لله بالنجاح. وهنيئا للمغرب وهنيئا كذلك نشكر الدول العربيه والدول الغربيه التي اسست كل شيء قنصلتها تقريبا في مدينه العيون والدخله واصبحت كل تقريبا موجهه يعني باستثمارات ان شاء الله حتى في المدن الصحراويه عند بوابه الصحراء. والحمد لله سيكون لها سيطره كبيره حتى الى افريقيا. وهنيئا للمغرب وهنيئا لملكنا العزيز الغالي علينا ادم الله له الشفاء العاجل وطول العمر. مرحبا بكم. اليوم كنتواجدوا في اكادير، الصحراء مغربيه وتبقى مغربيه وتحيه وعاش الملك. الملك والصحراء مغربيه وديما الصحراء مغربيه. الحمد لله الصحراء ولات مغربيه وعاش الملك. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.